نتيجة قرعة الكونفدرالية، الزمالك هيلعب مع إنيمبا، مع المصري، مع بلاك بولز الموزمبيقي. دي القرعة ودي الناس اللي هيلعبوا مع الزمالك إن شاء الله في الكونفدرالية في المجموعات. قرعة كويسة، كويس إن المصري معاه وإنيمبا برضو كويس. إن شاء الله الزمالك والمصري هما اللي يصعدوا مع بعض بإذن الله، وهتبقى مواجهة قوية. السفر مش هيبقى غير لبلدين بس، موزمبيق ونيجيريا. اما 4 ماتشات هيتلعبوا في مصر، طبعا 2 في برج العرب و2، هو يعتبر الاربعه كده هيبقوا في برج العرب على ما اعتقد يعني. امنيا الاربعه كده هيبقوا في برج العرب، ولا هيبقى في استاد القاهره؟ ده اللي احنا هنشوفه. هل هيبقى في خناقه في الموضوع ده؟ هيبقى ماتشين في برج العرب وماتشين في استاد القاهره، ولا امنيا عشان فريق من مصر كله هيبقى في برج العرب؟ اعتقد الزمالك هيتمسك بحقه والماتشات كلها هتتلعب في استاد القاهره، يبقى ماتشين في استاد القاهره و2